انبطاح الاقاليم امام انبهار العاصمه العظيمه. محدش هيفهم الفيديو ده غير ناس خرجت من الاقاليم في مجالات زي الابداع، التكنولوجيا، التسويق ومجالات تانية مشابهه لكده من الاقاليم علشان يشتغلوا في العاصمه. كل اللي بيبقى في تفكيرهم ان العاصمه فيها كل حاجه صح، فيها شركات كبيره، فيها تعليم، فيها تطوير، فيها منافسه، فيها. بس في حاجه مهمه انت لازم تاخد بالك منها، اصلا اغلب الموظفين اللي في العاصمه هم اساسا من الاقاليم، فانت اوريدي بتروح تشتغل مع ناس هم اوريدي من نفس المكان اللي انت فيه. الفرق ان هناك المنافسه بتبقى كبيره جدا وشرسه، على عكس الاقاليم. انت لو في بدايه حياتك سواء صاحب بيزنس او موظف، مش عيب خالص ان انا ابدا حياتي في الاقاليم، لان في الاقاليم هيبقى في سماحيه ليك من الغلط اكبر بكتير جدا من العاصمه. انت في العاصمه في منافسين كتير جدا ليك، سواء انت موظف او سواء انت صاحب بيزنس. هو ليه مش انا؟ حسبتها ازاي يعني؟ انا لو ما عرفتش اقدم الحاجه دي كموظف، عادي في غيرك 100 هيجي هيشتغل معايا. لكن في الاقاليم انت بالعكس، انت بيبقى في ندره منك، لان الاغلب بيبص للعاصمه وبيروح رايح للعاصمه، فبيبقى في امكانيه ان انت تتعلم اكتر وتفهم اكتر وتتطور في مرحله معينه. طب ليه انا بقول كده رغم ان هناك كنا بنقول ان في شغل كتير وفي منافسه وفي لان في الاقاليم في سماحيه للغلط اكبر شويه من العاصمه، والواحد لما بيغلط بيتعلم احسن. على عكس هناك انا لو غلطت هتعاقب همشي، او غلطت هيبقى في غيري وبديل ليا. لكن في الاقاليم بيبقى في سماحيه انك تمارس الحاجه وتغلط وتتعلم وتتطور. مش معنى كلامي ان الاقاليم احسن من العاصمه او العاصمه احسن من الاقاليم، اللي اقصده لو انت مش مستعد انك تروح في سوق كبير جدا سماحيه الغلط فيه مش موجوده او قليله، ما تروحش الا لو انت مستعد. والبديل لده ان انت خليك في سوق صغير شويه زي سوق الاقاليم، اتعلم وتطور فيه لحد ما توصل لدرجه جاهزيه جدا ان انت قادر تروح وتغامر في السوق ده. حتى لما هتروح في السوق ده انت مش هتروح في وسط الكبار، انت هتروح في وسط الناس اللي اصغر وتتطور فيه تدريجيا. يعني حتى لو انا موظف مش شرط اكون صاحب بيزنس، انا ممكن اروح لشركه بليفل معين بعد كده اكبر واروح لليفل اكبر وهكذا. بعض الناس هيقولوا لي انت باصص تحت رجليك، انت عاوز تشتغل في ليفل قليل. خد بالك مش كل الناس ويل اديوكيتد، مش كل الناس عندها المعرفه الكامله. في ناس بتتعلم في الطريق، في ناس تعليمها حكومي عادي جدا، في ناس ما خدتش كورسات. الناس دي كلها لما هتروح في وسط السوق ده هيحصل لها صدمه وهتبقى حاسه ان هي غريبه ومش هتعرف تواكب. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ حضرتك هتروح راجع 100 خطوه لورا، وحتى كمان الاقاليم هتبقى كبيره عليك لانك هيحصل لك شك في قدراتك. لكن في ناس تانية اوريدي هي ويل اديوكيتد، اوريدي هي محتكه بالسوق زي ده، اوريدي هي عارفه هي عاوزه ايه، خلاص روح يا باشا انطلق تعامل. لكن في ناس بيكونوا لسه خارجين من الاقاليم بالعشم اللي موجود في الاقاليم وبالطيبه الزايده اللي موجوده في الاقاليم، فبيروح لسوق الاعمال الكبير جدا بيحس ان كل حاجه كبيره عليه وان هو مش جاهز ومش مستعد. لازم تختار خطوتك وانت مستعد ليها وجاهز ليها. بطل تبص غيرك عمل ايه وانت مش زيه. انا ما ينفعش ابص لفلان دوت وصل لفين في السوق ده وانا مش واخد كورسات زيه، مش محتك بالسوق زيه، وفي الاخر ارجع اقول ان السوق هو الغلط وانا اللي حلو. انت لازم تعرف حدود امكانياتك فين، واعرف انا ابدا منين واروح السلمه اللي بعدها ازاي وهكذا. انا عبد الرحمن عادل بقدم محتوى عن البيزنس والماركتنج. لو عاوز تعرف معلومات اكتر تابع فيديوهاتي.